انطلق راح هرب منطقه الخطوره. حسين الشحات، حسين عاوز يعدي حسين، عدى حسين من مكان صعب ومن زاويه صعبه، والعرضيه والجمله حلوه. محمد هاني عدى هاني بعرضيه راسيه تعدي بالجميع، متابعه تصويبه الارضيه الجميله ثم التصويبه القويه جدا بقدم علولو، ولكن تعدي وطلع بره. ولكن مره ثانيه والباصه بينيه حلوه على طول للشادي، ولكن يمسكها الفاول علي معلول. كورته عاليه صدها من بسام، متابعه تصويبه قويه جت في جسم الدفاعات. عدى هاني والعرضيه القويه منطقه الخطوره برونو والراسيه، ولكن تعدي يضم بجوار القائم الايمن في مباراه الاسبوع العاشر من عمر الشحات. عدى منطقه الخطوره الشحات، لما قلت الشحات والتصويب، ولكن فين؟ ولكن النادي الاهلي على طول. شادي حسين منطقه الخطوره شادي وفرق قلت شادي، عدى شادي لم مهاره تصويبه قويه والصد الحلوه منطقه الخطوره ورا لهاني. منطقه الخطوره هاني والتصويب والصد الممتازه. علي معلول لسه مع الكره، علي بعرضيه لبره والهدف جول. الهدف جول تسلل، ولكن في تسلل. هذه العاده وادي الباصه الجميله على طول من شادي حسين والتحرك الطولي من علي معلول والعرضيه الساحره واللمسه في النهايه تسلل لصالح نادي السيراميكا كليوباترا. حلوه محمد هاني، لسه هاني ومحمد شكري والمهاره واللمه والطريقه حلوه. هاني بعرضيه خطيره هذا محمد هاني على طول مرجح محمد شكري وخدوا على الثابته ورقصوا طريقه حلوه قوي. محمد شكري باك الشمال، كرة عاليه خطيره والراسيه والهدف من عمر الشوط الاول واول اهداف احمد رمضان. وبوكا وباص الطولي منطقه الخطوره ميدو جابر والهجمه السريعه والقطعه ممتازه بقدم اليو ديانج. انطلاقه الشحات والباصه منطقه الخطوره والتصوير فين؟ اثاره وسخونه. سلام شادي حسين، جمله حلوه. محمد مجدي قفشه والتصويب، الله منطقه الخطوره قفشه والساند اب خطيره التصويب والصده. حسين الشحات سريع مهاري، الشحات عدى وفتش عدى وتصويب، ولكن اللمسه الاخيره فتحه اماميه. محمد هاني وتصويبه صاروخيه، الله الله الله. عاديه مهاره فرديه هات وخد حلوه. حسين الشحات والتصويبه مش ممكن يا راجل. محمد مجدي قفشه باصه بينيه حلوه منطقه الخطوره. محمد هاني عرضيه لبره، اللمس والاستلام والدربكه الشناوي هنشوف نتابع ذهب ضربة جزاء لصالح النادي الاهلي. دقيقة 78 من عمر المباراة من ركلة الجزاء في مرمى الحارس المتألق اليوم والمبدع اليوم. خطيرة سريعة زلاكا والمرة الفردية عدى محمود زلاكا، خطير هذا اللاعب محمود زلاكا لوحده، عرضية خطيرة والتصويب اللمة والانطلاق والحكمنا بصفر في نهاية المباراة والتعادل. الإجابة 1-1 في لقاء اليوم